السلام عليكم احلى متابعين، كل عام وانتم بخير. النهارده شم النسيم. النهارده قبل ما اقول وصفه او معلومه، او انا مش هعمل وصفه، انا هحكي على معلومه. كده كده الرنجه احنا موضبينها كذا مره مع بعضنا وليها كذا طريقه، بس انا بدل ما افضل ان انا احكي على طريقه، لا انا هحكي على معلومه، عشان انا مش كل يوم على الصبح كده اصحى من النوم الاقي اي حد اقول له النهارده شم النسيم يقول لي لا ده حرام. حرام ازاي يا جماعه؟ طب حرام ازاي؟ طب شم النسيم ده من 7000 سنه، من ايام قدماء المصريين. طبعا الخاص احنا جايبينه لسه ما شطفناهوش، هنشطفه ونروق عليه وهنفتح الرنجه نشويها ونعصر ليمون ونحط مستردة ونحط طحينه وزيت زيتون والتمام، وكده اوبشن كده مفهوم عندنا، وكلنا كل المصريات شطار وبيعرفوا يعملوه. طب خلينا بقى في الموضوع، نخش في الموضوع. ليه كل ما اشوف حد على الصبح اقول له شم النسيم، اقول له شم النسيم يقول لي حرام؟ اصل ده من ايام. هو الموضوع ملوش علاقه باديان يا جماعه، الموضوع ملوش علاقه باديان. هنجيب 7000 سنه من ايام قدماء المصريين، ايام ما كان السمك ما كانش فيه ثلاجات، فكانوا بيعملوا السمك بيملحوه. لا ده مدخن، دي رنجه مدخنه، دي موضوع تاني خالص. التاني كان بيتملح علشان ما كانش فيه ثلاجات، فكانوا بيعملوا طريقه الحفظ اللي هو تمليح السمك بطريقه معينه وتكنيك معين علشان يحافظوا على السمك يعيش مده اطول. وكان يجي في الوقت ده تصدف ان في عيد الربيع، فطبعا عيد الربيع اللي هو شم النسيم كانوا بيطلعوا يشموا الهواء وياكلوا السمك المملح ده ويحتفلوا باليوم ده. بالمناسبه كان كل زوج مصري في ايام قدماء المصريين يقوم كده الزوجه كده تلاقي الزوج جايب لها بوكيه ورد وورديه. هو في حد هنا عمل كده في مصر؟ ما اعتقدش. المهم الزوج ممكن يجيب لها نصيبه تانية ولا حاجه فعادي. عفوا يا جماعه سوري. المهم الموضوع ملوش علاقه باديان، وكان اسمه شمو، لان يعني احنا توارثنا كلمه شم النسيم دي من قدماء المصريين، برضو كان اسمها شمو. كان يخرجوا يشموا النسيم وياكلوا السمك المملح والملانه والخس وي وكان البيض بقى الملون ده كانوا يحطوه على الشجر ويعلقوه علشان اعتقادا، ويقعدوا يقولوا امنيات على اساس ان الامنيات هتحقق. طبعا دي عادات كلنا خلاص هي مفروغ منها، بس احنا خدنا منهم العادات اللي هي الاكل. وطبعا الاديان، طبعا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني كانت الدعوه من 1446 سنه. جاب 1446 سنه ل 7000 سنه؟ عشان كل واحد اكلمه او واحده اكلمها على الصبح تقول لي ده اديان. لا ملوش علاقه باديان، ده قبل ظهور الاسلام اصلا، كمان كان قبل ظهور الاسلام. 7000 سنه دي حضاره قدماء المصريين، وبدليل الكلام من الاسم كان اسمه، قلنا شم النسيم كان اسمه شمو. يلا احنا طبعا هنشوي الرنجه وهنعصر عليها ليمون ونحط مستردة وطحينه وزيت زيتون، واحنا عارفين بقى الفيلم ده كل مره كنا بنعمله معاكم، وانا كنت حابه ان انا اعمل اوديكم معلومه احسن من وصفه. يلا كل عام وانتم بخير، لا تنسوا الصلاه على رسول الله. السلام عليكم.